شت مرة أرواح الحجة أرواح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولاية بالجزائر وتحدث السكان في تيباز الجزائرية واحدة من أعنف موجات الحرائق هذا العام بعد ما اندلعت سلسلة حرائق متزامنة في 8 ولايات شمالية وغربية، وكان أبرزها في ولاية تيبازة التي واجهت وضعا بالغ الخطورة بعد أن امتدت ألسنة اللهب إلى أطراف الأحياء السكنية مهددة حياة السكان وممتلكاتهم وسط حالة هلع واستنفار غير مسبوق. شعلت لتحت. الله اكبر. قول لهم سلطة والسكان. على بالك هنا ما كاين حتى بومبي فما. كاش شعلت في الوسط. اروح تو شعلت. اروح منها اروح شيخ. عيطوا خذينا تدابير على اساس باش الامور ما تتكررش. حاولنا قدر الاستطاع اقتناء طائرات كبرى لإطفاء النار، اتصلنا بهم كل، شفنا حتى كان إمكانيات بعض الطائرات تاع النقل العسكري نحولها مع الولايات المتحدة ولا غيرها، نحولها إلى طائرات لإطفاء النيران. اليوم عندنا شرينا طائرة ما بين 6 طائرات اللي كنا ننتظر اقتناءها واللي كلفنا بها الجيش الوطني الشعبي. استلمنا طائرة كبرى كبيرة عملاقة بالنسبة للإطفاء، وشفنا مع دولة تشيلي لأن كذلك حتى الكراء ما لقيناش. يعني نترحم على الضحايا رحمهم الله، على الشهداء، لأن مات في الحريق يعتبر شهيد مدني أو عسكري. نحاول نخفف على العائلات نتاعهم، ولكن الشيء اللي يفرق بيننا وبين بعض الدول الأوروبية بالأخص أن الغابة نتاعنا مسكونة. في بعض المناطق غابة تستغل، فيها سكنات، فيها تربية مواشي، فيها كذا. ربما للمستقبل تكون دروس حتى نخلي الناس يعني تبتعد عن الخطر نتاع الحرائق ونتاع. هاد الغابة نتاع سيدي عمر تنحرق، ها هي، وكاين الديار بزاف راهم متوشين هنا لي بومبي ما قدوش رواحهم. ماذا بينا اللي راه يشوف هذا اللايف هذا يجي يعاوننا هنايا. سيدي عمر البلاصه في طلع نتاع سيدي عمر، المرشد الحوت طلع نتاع سيدي عمر، راه كاين البزاوز في الديار، كاين الناس راها منا. ماذا بينا يجيو يعاونونا، لي بومبي راه شعله ملهيه منا. المغرب منذ 2011 يمتلك طائرات من نوع كنادير CL 415، وقد اشترى العام الماضي 4 طائرات أخريات لم يستلمها المغرب بعد، بحكم أن المغرب أعاد تطويرها في معامل بالبرازيل بتغيير محركاتها إلى أخرى أكثر قوة وزيادة سعة خزاناتها، ومن المقرر أن يتسلمها بداية من العام المقبل. حرائق الشمال أعادت إلى الواجهة قيمة كنادير المتخصصة في إخماد الحرائق المعروفة بوحش الحرائق، ويحتل المغرب المرتبة الرابعة عالميا في توزيع طائرات كنادير CL 415 خلف كل من كندا التي تملك 26 طائرة، وإيطاليا 19 طائرة، وفرنسا 12 طائرة، والمغرب 10 طائرات.
الميزة الأولى لوحش الحرائق كناضير أن نصفها العلوي عبارة عن طائرة، فيما النصف السفلي هو بمثابة باخرة، وتتميز بمحركها القوي الذي يسهل لها التحليق على علو منخفض، ويسمح لها بالمناورة بالقرب من المناطق المتضررة التي في غالب الأحيان تكون تضاريسها صعبة ويصعب على الفرق الأرضية الوصول إليها، وهي الطائرة الوحيدة التي تستطيع الاقتراب من أقرب نقطة للحريق لإطفائها. كما أن بإمكان طائرة الكناضير نقل ما يقارب 6137 لترا من المياه في كل جولة إقلاع، بفضل توفرها على خزانين تتجاوز سعة الواحد منهما 3000 لتر. ويمكن لهذه الطائرات نقل الماء من أي مصدر للمياه السطحية يتجاوز عمقه 1.5 متر في مدة زمنية قياسية تصل إلى 12 ثانية. شاركت طائرات كناضير خلال الموسم الماضي في مكافحة 15 حريقا في مختلف جهات المملكة، بما يفوق 100 طلعة جوية و600 عملية إسقاط. كما أنها شاركت في إطفاء الحرائق في كل من إسبانيا والبرتغال في إطار المساعدة. سبب حصول المغرب عليها رغم قلة عددها هو أن الشركة المصنعة لها هي شركة بومباردي الكندية، ومقرها في مونتريال بكندا. كانت تملك فرعا لها في الدار البيضاء، وهو ما سهل على المغرب التفاوض لشرائها. وحصل المغرب على أول طائرة كناضير في فبراير عام 2011، يبلغ ثمن الواحدة منها حوالي 37 مليون دولار أمريكي. ومنذ 10 سنوات كون المغرب طاقما تقنيا يسهر على صيانة وإصلاح طائرات كناضير، فرغم أن صنعها يتم خارج البلاد إلا أن الإصلاح تتكلف به طاقات مغربية. المغرب هو الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تملك هذا السرب من الطائرات. لو كانت دولة أخرى في إفريقيا أصابتها مثل هذه الحرائق لتطلب الأمر عدة أسابيع لإخماده. يعني هنا تظهر فعاليات هذه الطائرات،